الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. دروس اللغة العربية الجزء الثاني صفحة نمبر سلويخ شپږم نمبر درس کې پنځم نمبر ضابطه دی او پنځم اضبط الضمير بالشكل ضابطه ورکه ضمیر ته په داسې شکل یا اضبط الضمير بالشكل في كل من الافعال الواردة په ټولو فعلونو وارده او في الجمل الآتیه یعنی ضمیر ته مذکر ضمیر مؤنث ته مؤنث مخاطب. اول انا ذهبت الى المطار ځکه انا ضمیر دا متکلم دی نو ذهبت دا متکلم لپاره دی. زه لاړم ایرپورټ دویم کې د مخاطب دپاره دی. اذهبت الى الملعب یا یوسف ایا ته ملعب ته لاړې ځای د لوبو ته یوسف. دریم اختي ذهبت الى المستشفى زما خور لاړل اسپتال. اذهبت الى المكتبة یا فاطمة ایا مکتبې ته لاړې فاطمې. شپږم تأمل ما یلي غور وکړه کوم چې را روان دي. اوس ګوره ذهبت دا د مؤنث لپاره استعمالیږي واحده مؤنث لپاره غایبي. لکه زه درته وایم أين زینب ته ووایه چې ذهبت الى المکتبة هغه لاړه مکتبې ته. ذهبت دا د مذکر مخاطب لپاره استعمالیږي. زه درته وایم چې أين ذهبت یا زیدو چېرته ته لاړې ای زیده. او ذهبتي دا د واحد مؤنثي مخاطبي لپاره استعمالیږي. زه وایم چې أين ذهبت یا عائشة چېرته ته تلاړې ای عایشې. او ذهبتو دا د واحد متکلم لپاره استعمالیږي چې مذکر مؤنث مشترک دی. لکه زه هم ویلی شم چې ذهبت الى المسجد زه مسجد ته لاړم. یو زنانه هم ویلی چې ذهبت الى المکتبة زه مکتبې ته لاړم. وهم تأمل المثالین الآتیتین غور وکړه په دا دوو مثالونو. اول افهمت الدرس یا علي ایا ته په دې درس باندې وفهمېدې علي. نعم هو فهمته زه وپوهېدلم. لا ما فهمته زه نه یم پوهېدلی. یعنی د جمله موجبې لپاره چې کومه جمله مثبته یو لپاره فهمته او چې منفي لپاره لا. دویم اما فهمت الدرس یا علي ایا ته ونه فهمېدې په درس ای علي. بله او فهمته زه وپوهېدم. نعم هو ما فهمته زه نه یم په پوهېدلی. اتم هات اسئلة مناسبة للأجوبة الآتية وی راوړی مناسب سوالونه د روان جوابونو لپاره. اول یعنی سوال ذکر اشربت الشاي ایا تا چای څښلی. نعم شربت. او اكتبت الخط. نعم كتبت ما لیکل. أرأيت زيدا بلا رأيته ما ولیدی. څلرم أقرأت هذا الكتاب في بلدك. نعم هو أما قرأت هذا الكتاب في بلد. نعم ما قرأت هذا الكتاب في بلدي. أما سمعت الأذان بلا يا هل سمعت الأذان ایا ته اذان واورېدی. بلا سمعت الأذان. أما سمعت الأذان ایا ته اذان وانه اورېدی. لا ما سمعت الأذان ما نه دی اورېدلی اذان. وهم أما ضربت هذا الولد ایا ته دا هلک نه دی وهلی. لا ما ضربت هذا الولد. نعم اقرأ الأمثلة دا السؤال أمثلة ووايه ثم أجب عن الأسئلة الآتية مستعملا الضمائر. بیا جواب راکړه د روانو سوالونو چې هغه استعمال په ضمایر سره سوی شي. هو هم ها هن یعنی واحد مذکر لپاره هو استعمالیږي چې هغه غایب. لکه زه درته وایم اول أرأیت حامدا ایا ته حامد ولیدی. نعم هو رأیته ما ولیدی حامد. هو ضمیر دا راجع دی حامد لره د غایب لپاره. دویم أرأیت حامدا وهشاما وعليا یعنی دا ډیر جمع دي نو دې لپاره هم ضمیر استعمالیږي. ایا تا ولیدی حامد هشام علي. نعم رأیتهم ما ولیدل دوی. دې لپاره رأیته نشي ویلی ځکه رأیته واحد ته راجع دی یوه ته او رأیتهما دا تثنیه دوو ته راجع دی نو دوی ډیر دي نو دې وجې څخه رأیتهم. دریم أرأیت زینب ایا تا ولیدل زینب.
نعم رأيتها ما ولد دا زينب. څلورم أرأيت زينب وآمنة وسعاد. نو دي جمع مؤنث لپاره هن استعمال. نعم رأيتهن هو ما ولد. یا دی اول وای رأيت الطلاب الجدد آیا نوي طالبان ولد. نو جواب ورته نعم رأيتهم ما دوی ولد ځکه طلاب مذکر نو لپاره هم ضمیر دی. دویم أرأيت المديرة وأختها وبنتها آیا مدیره او داغي خور داغي لور ولدل. نو دې لپاره ته ووایه نعم رأيتهن هو ما هغوی ولیدل. دریم أرأيت المدرس آیا مدرس ولیدی. نو ووایه چې نعم رأيته ما ولیدی ځکه مدرس مذکر واحد دی. نو دریم أين رأيت أختك مريم. چیرې تا ولیدل خور ستا. یا أين رأيت أختك چیرته تا ولیدل خور ستا مریم. لا ما تو نعم رأيتها ما ولد هغه. پنځم أرأيت آیا تا ولیدل سیارة المدیر د مدیر موټره. نعم رأيتها ما ولد هغه موټره سیاره مؤنث. شپږم أين رأيت الأطباء يا علي تا چیرته ولیدل هغه ډاکټران ای علي. نعم رأيتهم في المستشفى ما هغه اسپتال کې ولید. وهم متى رأيت المدير يا يونس تا مدیر څه وخت ولیدی. نعم رأيته بعد صلاة الفجر. أرأيت آیا تا ولید آمنة وخديجة وبريرة. نعم رأيتهن. 42 نمبر صفحة. لسم نمبر اقرأ المثالين ثم اربط بين كل من الجملتين المستعملة أن. ودا مثالونه ووایه بیا ربط که په مابین هر دوو جملو کې ان. واعلم ان چې دی من اخوات ان دی یعنی ان و ان دا ان دا د اخواتو د ان څخه یعنی ان چې څنګه عمل کوي اسم ته نصب خبر طرف ورکوي نو دا هم خبر اسم ته نصب او خبر طرف ورکوي. اول هو مريض نو اظن انه مريض. دویم المدرس ما جاء مدرس نه راغلی. اظن ان المدرس ما جاء. بیا انت طبيب نو اظن زه ګمان کوم انك طبيب. دویم هو من اليابان اظن انه من اليابان. هي مريضة اظن انها مريضة. هم طلاب اظن انهم طلاب. انت جوعة أظن أنك جوعة. المكتبة مفتوحة أظن أن المكتبة مفتوحة. أو القهوة باردة قهوة شاي دا يخي دي. أظن أن القهوة باردة. أتم محمد ذهب إلى مكة محمد مكية لاري. أظن أن محمدا ذهب إلى مكة. فاطمة في المكتبة فاطمة مكتبة كده. أظن أن فاطمة في المكتبة. أنتم مدرسون تاسو مدرسين یا درس کوونکي یاست. اظن انکم مدرسون. اقرأ يولسم اقرأ ما يلي. يولس 11 طالبة. دولس 12 طالبة. جل 13 طالبة. شبانس 16 طالبة. ولا 17 طالبة أو 18 طالبة. أو ثلث 14 طالبة. فنزلت 15 طالبة. نلس 19 طالبة. شل 20 طالبة. دولسم دی اقرأ ما يلي وشراروين ثم اكتبه مع كتابة الأرقام الوارد فيها بالحروف. دا كم رقمونه چې لیکلي دا حروف ته واړه في عربي. اول كم سنك ته څو کلنې. نو سني 19 سنة. 19 سنة نونس قاعدة. دوهم قرأنا 14 صفحة من هذا الكتاب. صور الصفحة ده كتابنا أو بل دريم في هذه الحافلة 18 راكبا وخلفهم
15 راكبة. مثلا في هذا فندق صغير داولوكي وتل فيه 12 غرفة دولس غرفي دي. أو بنزم عثمان له 11 ابنا و12 بنتا. أنا حفظت 13 سورة من القرآن. وهم في هذا المستشفى 19 طبيبا و17 طبيبة. أتم قرأنا اليوم منقوي نرز 18 كلمة جديدة. أتلث نوي كلمة. نهم هذا القلم 14 ربية سورلس ربية. لسم في هذه العمارة بدأ عمارك 16 شقة. ولسم في هذا الفصل 20 طالبة. لسم ويكتب الأعداد من يولس ولك عددنا من 11 يولس إلى 20 ترشلوا بري. واجعل كل من الكلمات الآتية تمييزا لها. أول يعني عندي 11 كتابا. أو بزوامشي رأيت 12 طالبة. أو ده رقم 14 دقيقة. أو 15 يوما. أو 16 سيارة. 17 رجلا. أو 18 سنة. أو 19 قرية. 19 قرية. أو 20 طالبا. سؤال لسم اقرأ المثال ثم املأ الفراغ فيما يلي على غراره. أول حامد جوعان. حامد وقيد الطلاب جياع. طلبات طولوكي. مريم جوعة. مريم أوجد. الطالبات جياع. طالبات أوجد. خالد عطشان. خالد تقيد نو دويم إبراهيم شبعان. إبراهيم وقيد. دريم المدرس غضبان. مدرس وسادة سلورين يوسف كسلان. يوسف سستي. بنزل تأمل ما يلي ويغور وكبدر روان جملو بني. لما لماذا. أو لما خرجت من الفصل. تولي ووتي فصلنا. أخرجت من الفصل آية فصل نوتي. نعم هو. لما يعني لماذا ولي. لما ضربت هذا الولد. تولي دا هلكوه. أضربت هذا الولد آية دا هلكوه. نعم هو. لما معناه أي لماذا ولي. شبعنا سأكتب الأسماء المجرورة. ولي كدا اسمنا مجرورة ومنصوبة. مجرورة ومنصوب. أول المرفوع المجرور المنصوب. أول كتاب مرفوع. هذا كتاب. كتاب زوانشي هذا صفحة كتاب. لا صفحة كتاب. أو كتابا زوم رأيت كتابا يا قرأت كتابا. حامد أو حامد يا مجرور دي. حامدا يا منصوب دي. بيت مرفوع. بيتا منصوبة. بيت مجرور. رجل مرفوع. رجلا منصوبة. رجل مجرور. أبيع المرفوع سيارة. ده مرفوع. سيارة مجرورة. سيارة منصوبة. ساعة. ساعة مجرورة. ساعة منصوبة. مكواة معناه استري. مكواة مرفوع. مكواة منصوبة. مكواة مجرورة. سبورة. سبورة تخطي مرفوع. سبورة مجرورة. سبورة منصوبة. مدرسة مرفوع. مدرسة مجرورة. مدرسة منصوبة. تأمل ولا سم تأمل ما يلي غورو كمشر رواندي. هات يا أحمد. راك إيه أحمد. أو هاتو يعني يا هات يا راولا. أو هاتو
دا جمع ده. هاتوا برهانكم، هاتوا يا إخوانو راوړئ ورونو، هاتي يا سعادو، او د مؤنث لپاره هاتينا راوړئ يا أخواتو أي خوندو. اتلسم اكتب الآيات الخمسة الأولى پنځه آیتونه ولیکئ من سورة الرحمن وسورة الحديد وسورة النبأ. الكلمات الجديدة مجلة جمع مجلات دی. راكب سپو جمع ركاب دی. شقة جمع شقق دی. عمارة عمارة يعني تعمير جمع عمائر دی. سن جمع أسنان دی غاخونه. كلمة جمع كلمات. سورة جمع سور دی دي سورتونه. جاء كوا. الدرس نمبر 7 وبالله التوفيق.